معظمية الشام. معظمية الشام 22/8/2013. لا يزال المشفى الميداني في المدينة يستقبل حالات من المصابين، إضافة إلى عدد كبير من المصابين الذين لم يستيقظوا حتى الآن من الضرب بالكيماوي. وهذا أحد الأطباء يحدثنا عن حال المدينة. استقبلنا على مدار اليومين الماضيين حوالي 500 إصابة حالة تسمم بغاز السارين. الأعراض الدالة على الإصابة بغاز السارين هي الاختناق، زرقة بالوجه، الحدقة الدبوسية علامة مميزة للاختناق بالسلاح الكيماوي، خروج الزبد في الفم أيضا علامة مميزة. تم التعاون بعونه تعالى مع كافة الإصابات، تقديم العلاج اللازم من الأدوية اللازمة، الأتروبين والكورتيزونات، وتقديم الإرعاشات اللازمة. لكن للأسف كان هناك العديد من المعوقات التي تعترض علاج المصابين. في البداية أول معوقات هو تأثير السلاح الكيماوي على الكادر الطبي، فكافة عناصر الكادر الطبي تأثرت بالسلاح الكيماوي المحمول على الجثث وملابس المصابين. دكتور، عدد الشهداء اللي وثقتهم، عدد الشهداء نتيجة القصف بالكيماوي اللي وثقتهم بمعظمة الشام قديش العدد كامل؟ نحن وثقنا باليومين حوالي 85 شهيد، 70 منهم كانت حالة اختناق بغاز السارين. والمصابين بالمدينة؟ المصابين اجوا على المشفى الميداني حوالي 500 مصاب. طبعا كافة اهالي البلدة كان لديهم اعراض نتيجة الاصابة بغاز السارين. الحدقة الدبوسية علامة مميزة لكافة اهالي مدينة معظمية الشام. الوهن، التعب، الآلام العضلية، تشنجات البطن علامة مميزة لكافة اهالي مدينة معظمية الشام نتيجة التعرض لغاز السارين.